الساعة 7:30 نزلت ولادها المدرسة ورجعت تنام من الساعة 12. بس كل الفيديوهات بتاعت التنظيف ببقى متعاطفة مع الحريم الا الفيديو ده. ايه اللي انتي عاملاه في الأوضة ده؟ بصوا الأوضة عاملة ازاي، دي بقالها ايه سنين ما اتعملتش دي ولا ايه؟ بصوا المنظر. بتنضف ايه؟ بتنضفي بعد ايه؟ نايمة في العفانة دي ازاي؟ يعني نايمة في كمية العفن ده ازاي؟ مش عارفة. بصوا بتبتدي تروق بقى الأوضة. لو لابسنا كعب لا، عايقة ومتضايقة. بصوا المنظر عاملة ازاي. يلا تنظيف بقى عميق، تنظيف للأوضة اللي كانت بتستجار من شوية. يا وليه خليكي نظيفة، لو جالك ضيف على سهوة هتعملي ايه؟ دايما خلي بيتك رايق، عطريه، ما تباتيش والحوض فيه معلقة، عشان انتي اللي هتتعبي في تنظيفه، انتي اللي هيبقى مجهود وضغط عليكي. وعودي بنتك لو عندك بنت او ولد ان هما دايما ينظفوا ويعملوا، لان دي بتبقى معاناة في الكبر يعني، وبالذات للبنات. لو بنت مش متعودة ان هي تعمل، لما بتتجوز بقى بتبقى الكارثة. هي بقى بتواجه مجتمع تاني خالص، بتواجه بقى حياة تانية خالص هي ما تعودتش عليها قبل كده. فما بحبش بقى الستات اللي تقولك لا خلي بنتي عايشه حياتها دلوقتي وتشوف، وبعد هتفضل عايشه حياتها لحد امتى يعني؟ عوديها تعمل عشان ما ترجعلكيش بعد اسبوع من الفرح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي وتتابعوني مني امارات. انا شيماء غريب. لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي كومنت زي العسل شبك واللايك عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.